السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى واجمل والذ صينية جمبري في الفرن، زي المطاعم بالظبط، ويمكن كمان احلى واجمل وانضف واوفر. هتعمليها في البيت بكل سهولة وبساطة. مكوناتها موجودة عندنا في كل بيت، والنتيجة بتاعتها طالعة في منتهى الجمال. يعني لو عندك عزومة كده ممكن تعمليها وتقدميها لضيوفك، بجد هيفتكروكي جايباها من بره، لانها فعلا ما تفرقش عن المحلات الجاهزة. تعالوا كده واحدة واحدة نسمي الله ونشوف الطريقة بتاعتي عبارة عن ايه. بس الاول نسمي ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسيش الفيديو لو عجبك اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. يلا نسمي الله ونشوف صينية الجمبري القمر دي عملناها ازاي، ومكوناتها البسيطة وطريقة التحضير كانت عبارة عن ايه. نقول بسم الله ونشوف المكونات اللي معايا. انا عندي هنا كيلو ونص جمبري، وطبعا على حسب الكمية اللي هتعمليها هحتاج ليها البصلتين كده متوسطين متقطعين شرايح، وكمان طماطمتين متوسطين، وعندي فلفل الوان احمر واخضر واصفر، واحتاج لمعلقة من الثوم. عندي هنا جزراية متوسطة بشراها، هحتاج كمان لربطة كده من الكرفس، وعندي ليمونة، وعندي 4 طماطمات ضرباهم كده في الخلاط. التوابل بتاعتي هحتاج لملح وفلفل، ومعلقة كبيرة من الكمون، ومعلقة كبيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الكركم. أساسي الكركم معايا بيديها لون وطعم حلو قوي، وكمان معلقة صغيرة من الكزبرة. تعالي بقى كده على البوتاجاز، وهنجيب الحلة بتاعتي انزل بحبة من الزيت ومعلقة من السمنة او مكعب زبدة، وبعد كده هنزل بمعلقة التوم اديها تشويحة، وبعد كده هنزل بالبصلاية بتاعتي. انا عايزة البصلاية بتاعتي ولا تاخد لون ولا تتحمر، يا دوب بس كده تدبل، اروح نازلة عليها بقى ببقية الخضار كله: الطماطم والفلفل الالوان والجزرة المبشورة، وكمان ربطة الكرفس. طبعا اساسي معايا الكرفس مع الجمبري. هبتدي ان انا اشوح كل الكلام ده كده مع بعض، وبعد كده هنزل بالتوابل بتاعتي. الطريقة بسيطة وسهلة جدا، بس بجد النتيجة بتاعت صينية الجمبري دي لو جربتيها مرة هتبقى إدمان عندك. وطبعا الجمبري عزيز علينا قوي، وطبعا مش بنعمله على طول، فلازم يوم ما تعمليه اعمليه بالطريقة الصح. أنا عايزاكي تجربي الطريقة دي، إن شاء الله هتعجبك وهتعتمديها في أي عزومة، حاجة كده تشرفك وحاجة ترفع راسك. طبعا بعد ما قلبت التوابل بتاعتي مع الخضار هبتدي بقى انزل بالجمبري. انا عندي الجمبري هنا مش بحب اقلبه كتير عشان ما يتكسرش مني ولا يتهرى. بحب امسك الحلة كده واروح ايه يعني نطقاها كده زي ما بنقوله. يعني بقلب الجمبري بس بطريقة غير مباشرة، يعني مش بالمعلقة، تمام زي ما الطريقة واضحة قدامك كده بالظبط. بعد كده عندي 4 طماطمات كبار ضرباهم كده في الخلاط بس من غير ميه، نزلت عليها بالجمبري، وهبتدي ان انا ايه اقلب تقليب بسيط كده، او امسك الحله كده وابتدي ان انا ايه ارفعها كده من الجناب، يعني اقلبها كده بطريقه غير مباشره زي ما قلت لك. وطبعا اساسي معايا عصره الليمونه. نزلت هنا بنص كوبايه كده من الميه، وهسيب بقى الجمبري بتاعي لمده دقايق على النار لحد ما اللون بتاعه يتغير. طبعا انا غطيت عليه لمدة دقايق. الجمبري من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت ولا تسوية ابدا على النار، علشان طبعا احنا عارفين ان كل جمبري ما بيغيب على النار القشرة بتلزق في اللحم، فما بيبقاش حلو، ولحمته كده بتشد وما بتبقاش حلوة. هاتي بقى البايركس بتاعك او الصينية او الطاجن، وانزلي بقى بالجمبري والخلطة كده كلها على بعض، وابدأي بقى ان انت ساوي وش الصينية بتاعتك كده، ورصي كده الجمبري كده على الوش عشان وقت بعد التسوية تبقى منظر الصينية كده طالعة حلوة وزي ما انت شايفة. طبعا من احلى واجمل الاكلات الجمبري، الاكلات العزيزة في بيتنا، فلازم نعملها كده بالطريقة حلوة، وطريقة تقديمها بتبقى حلوة. هو اصلا مش محتاج اي حاجة. هاتي بقى معلقتين كده من الزيت وعلى وش الصينية كده وحطيها، بيديني لمعة للجمبري وبيخلي الوش بتاعي ما ينشفش. هدخل بقى بيه الفرن على درجة حرارة 180 على الشبكة اللي في النص لمدة ربع ساعة تلت ساعة. ما تكتريش اكتر من كده، عشان زي ما احنا قلنا الجمبري من الحاجات اللي ممكن القشرة بتاعته
بتاعته تلزق في اللحم ويشد كده في الاكل ما يبقاش حلو. يا دوب بياخد التسوية بتاعته ربع ساعة تلت ساعة، هيطلع معاكي احلى واجمل صينية جمبري زي اللي بنجيبها من المطاعم. بل بالعكس، انت عاملاها بايديكي في البيت بكل نظافة وبكل سهولة. انا هنا عملت الجمبرياية كلها كده على بعضها، ما شلتش الراس ولا الديل ولا الشنب ولا اي حاجة. يعني كده كيلو الجمبري او كيلو ونص الجمبري بخيره كده زي ما بجيبه، يا دوب بس غسلته وشطفت شطفة حلوة ورحت ايه شغالة فيه على طول. تعالي بقى شوفي جمال الصينية بتاعتي عاملة ازاي. والشوربة بقى طبعا اللي موجودة دي فضيها كده كلها في سلطانية واعصري عليها عصرة ليمونة، ودوقي بقى احلى شوربة جمبري. بجد حاجة كده وهمية، ريحته كانت طالعة حرفيا قلب الدنيا من جماله وطعامته، تاكلي منه ما تزهقيش. القشرة بتاعتي بصي بتطلع ازاي بكل سهولة، عشان طبعا انا ما غيبتش صينية الجمبري بتاعتي في الفرن او عامة الجمبري في التسوية. سواء عملتي صينية في الفرن او في الحلة فوق، ما ينفعش الجمبري يغيب، طبعا على حسب الحجم بتاعه. مش بياخد عامة ربع ساعة تلت ساعة وبتكوني محضرة احلى واجمل صينية جمبري. تمام. بجد اتمناكي تجربيها بنفس الطريقة، حاجة كده في منتهى الجمال. يعني زي ما قلت لك، لو عندك عزومة كده اعمليها وانتي مطمنة ومغمضة، طعمها تحفة وشكلها وريحتها بجد حاجة كده وهمية. اتمنى الوصفة تعجبكم والطريقة تعجبكم، نتقابل الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. سلام عليكم.